مش معنى ان اقول له انا تعبان يا رب، انا مخنوق يا رب، انا محتاج لك يا رب، ان انا كده بقنط من رحمة ربنا. لا، انا انسان، انا من حق اتألم. وان ما كانش ربنا سبحانه وتعالى اللي يسمع ألمي ويحس بيه، اللي يسمع مناجاتي ويسمع دموعي ويشوفها، معنى كده يبقى مين هيسمعها؟ مين هيحس بيه غير ربنا؟ هو انا لما اقول له انا محتاج لك قوي اقف جنبي، انا مش قد اللي انت اديتهولي ده، اقف جنبي نجيني منه، بكلمه. مش معنى كده ان انا بقنط منه، او معنى كده ان انا معترض على قضائه، لا، ده انا عشان واثق في قضائه، وانا عشان واثق انه هينجيني، وواثق ان سامعني، وواثق ان مفيش حد في الكون هيقدر يساعدني غيره. فبقول له انا مش قادر يا رب، ساعدني يا رب، خد بايدي يا رب، لان انا انسان، انا من حق اتألم، انا من حقي اقول وما كانش ربنا اللي يسمعني مين هيسمعني؟ ما كانش ربنا اللي يقف جنبي مين اللي هيقف جنبي؟ لازم اكون مقدر وفاهم ان رب الخير لا يأتي الا بالخير، رب الخير لا يأتي الا بالخير. انا محتاجك يا رب.